في العسكر هناك عند ليفار ملوك العسكر يتقدم ليلبس الفانيلا الحمراء للوداد اللاعب، وفرصة خطيرة وهدف أول. هدف أول الوداد، هدف أول الوداد من أول دقيقة، هدف أول الوداد من أول دقيقة عن طريق اللاعب فابريس. عندما في وقت الحديث عن استقبال الوداديين ليوسف القديوي يستقبل الشباك الأهلاوي لأحمد عادل عبد المنعم. أول اسمي الوديات في غياب الأنصار والجماهير والحماس، ولكن في حضور الرهان الشامبيونز ليج تتكلم بقوة، وهدف ضد مجريات اللعب بمعنى في اتجاه معاكس بمعنى النيران الصديقة. أول كرة والمحاولة والفرصة وجول. اسرع هدف في دوري ابطال افريقيا من دومينيك. فرصه كبيره، النادي الاهلي عنده شانس وكوره والتعادل الاهلاويه، التعادل من عمده. هي مباراه تنطلق، هي اثاره، نتكلم عن اي لقاء سنعلق. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن السيناريو المجنون في مباراه الحمراء يا وين الاهلي القاهري والوداد البيضاوي. الله على بداية المباراة، هدف من هنا وهدف من هناك. شوف الكرة وشوف اخطاء الدفاع في الانطلاق، يمشي قده، ترجع الكرة العمدة واللي بداها متعب، تتهيل دومينيك دا سيلفا، ترجع وتطيح قدام العمدة ومتعب. جول واحد الاهلي، واحد الواك الوداد. حقيقة شكلها مباراة جميلة جدا من مباريات دوري في هذا الملعب بالذات في الكلية الحربية، بينما كرة مخدومة ممتازة جدا من الأهلي. فرصة كبيرة للفريق القاهري، التوزيعة والكرة من متعب خطيرة جدا، والحكم يقول ضربة جزاء. الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الأهلي، ورقة صفراء. سنرى الريبلاي، سنرى الإعادة. هنا خبرة الأهلي، قوة الأهلي. يرجع هشام العمراني المنتدب الجديد في وسط دفاع الواك، يرتكب خطأ، يلمس الكرة بيديه، والحكم يعطي بالجزاء للنادي الاهلي. هذه الكرة من سيد معوض، كرة خدمة مليح، كرة ممتازة، وهنا لمسة اليد كانت واضحة، هنا كانت واضحة من العمراني، قل التركيز، مشى الكرة واضحة جدا، ما فيش كلام. الحكم متفطن وركلة جزاء على الوداد البيضاوي. سيناريو حقيقة متقلب. نعرفوا نادي المياغري ممتاز جدا على الكرات الثابتة، وفرصة هنا من وائل جمعة يتقدم الثاني، الهدف الثاني رغم محاولة الحارس نادر، رغم محاولة المياغري الهدف الثاني. إذا هدفين للأهلي مقابل هدف للوداد، 3 أهداف في أقل من 22 دقيقة في منتصف الشوط الأول. 3 أهداف موجودة في هذا اللقاء العربي في صراع الكبار وصراع الزعامة للقلعة الحمراء بين النادي الأهلي ووداد كازابلانكا. هنا الإصرار من وائل جمعة اللي سجل أولى أهدافه الموسمية في كأس الأبطال. ممكن يستفيد، ممكن نحكي ان الفورمه مازالت ما حضرتش للفرق الاربعه الحقيقه في هذه المجموعه، بينما كره ممتازه، كره خطيره جدا وفرصه، وهدف التعادل للوداد، هدف التعادل الواك، هدف التعادل من القناص محسن ياجور. في وقت الحديث عن الفورمه مازالت ما اكتملتش لرباعي المجموعه الحقيقه. المولديه، الترجي، الوداد والاهلي ماهيش هذا مستواهم، مستواهم اعلى بكثير، ومع تقدم المنافسه ستزداد قيمة الفرق الأربعة في الجروب. ولكن الآن تعادل مهم، متابعة ممتازة وشغل كبير من الأسمر، شغل كبير من اللاعب اونداما فابريس، يعمل شغل كبير في وسط دفاع النادي الأهلي، يتعدى السيد، يعمل الكروس والأوفر، وممتازة كما جات الجاز تكنيك، اللقطة الفنية، التوازن بين الكرة والبدن متاع ياجور والمحسن، يتعادل للوداد البيضاوي. 2 الواك، 2 النادي الأهلي. معوض يمشي السيد، يعطي باس وكوره بخطا اخر من دفاع الوداد والصعبه، ودومينيك دا سيلفا، وفرصه والكوره والهدف الثالث، الهدف الثالث من دومينيك، الهدف الثالث من دا سيلفا. خطا فادح غير مقبول، غير مقبول. هذه الهفوات في دفاعات الفريقين، ومانويل جوزيه يتقدم من جديد. الوداد يقبل هدف ثالث. اهداف حقيقه غريبه وغريبه جدا، وفرحه الزملاء الاعلاميين بانتمائهم المصري وبتشجيعهم لممثلي مصر. 3-2 من دومينيك دا سيلفا، كرة دخلت في العمق، خرج باش يعمل اوفسايد، مش معقول. دومينيك يهرب امام المياغري، يتعدى ويحط اغلى هدف لاغلى نقاط في بداية المشوار للنادي الاهلي حاليا. مش ممكن الدفاع الودادي، مش ممكن دفاع كازابلانكا. شوف الهدف الثالث، خاف من ضربة للعاشرة محمد بن رابح، محمد بن رابح تحط الكرة في وسط الميدان للوداد، إمكانية الشانس
لفريق الوداد في اخر وقت، مش ممكن، فرصه وهدف التعادل، هدف التعادل وداد القاتل في الدقيقه 88، هدف قاتل الوداد البيضاوي في الدقيقه 88. اي مباراه واي اثاره، اي اثاره، هيتشكوك يحضر الليله في القاره يستدعيه. شوف الخطا، تقريبا الهدف الثالث نتاع الاهلي، الهدف الثالث اللي سجله الاهلي هو الهدف الثالث، نسخه مطابقه الاصل اللي سجله الوداد. خطا في الوسط، خطا في عمق الدفاع، وشريف عبد الفضيل سجل هدف ضد مرماه ويرتكب خطا حرمان الاهلي من نقاط الثلاث. حقيقه غير موفق اليوم عبد الفضيل، واخطاء بالجمله للدفاع.